السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. أنا اسمي أسماء علي، شرفني جدا متابعتكم لو بتشوفوني لأول مرة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفطار بتاعنا. أنا معايا فرخة بلدي كده، سخنت الحلة كويس وحاولت ان انا ادي للفرخة صدمة كده يعني. وبعدين نزلت عليها بطماطمايه كده شرايح متقطعة وكمان بصلايه، وهنزل بقى بشويه ملح وفلفل، بس حاجه بسيطه. اللي متابعني عارف ان انا مش بحب احط توابل كتير في الاكل يعني. وهحط كمان ورقه لورا كده، واسيبهم مع بعض شويه كده، يعني حوالي سبتهم مع بعض على نار هاديه جدا حوالي ربع ساعه او نص ساعه. ايوه هقول، لا انا بصراحه سبتهم حوالي نص ساعه كده على نار هاديه جدا. لما الفرخة كلها من كل الجناب كده بقى لونها احمر شوية يعني. وعلى جنب بقى جبت بصلاية كده وحمرتها بشوية زيت، دبلتها بس كده وعملت شفشق من عصير الطماطم وبصفيه كده قدامكم. وهنا بقى نزلت بالملح بتاعي، وحطيت كمان فلفل. وطبعا التوابل بترجع لكم انتوا زي ما انتوا حابين. هنا بقى انا التمر ده انا كسرته طبعا. قلت بقى اعمل حاجة على الفطار، عصير او كده. فطبعا انا اكتر حاجة بحبها في رمضان بصراحة التمر بلبن. فانا على جنب بقى كنت غليت اللبن وجهزته، ونزلت بقى على التمر كده. انا مش بحب اعمله قبل يعني قبل الفطار بكتير قوي. انا بحب التمر يبقى فيه سنة قرمشة كده شوية، يعني مش اللي هو طري ومهري قوي يعني. ويا ريت ما تحطوش اللبن عليه وهو سخن زي ما انا عملت كده، لا لانه هيتهرى منك شويه يعني، بلاش، عشان يبقى فيه طعم القرمشه شويه كده. وكمان قلت هعمل عصير برتقان فريش. طبعا بقى كل الحاجات الفريش دي في الصيام ما شاء الله يعني. فانا هعصره كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا ما حطيتلوش اي اضافات يعني. هو عصير برتقان بس، وحطيت حوالي معلقتين سكر على الشفشق كله، يعني ما كترتش سكر برضو يعني، بحيث ان انا عايزه احافظ ان على البرتقال ان هو حاجه طبيعيه 100%، يعني مش عايزه احط سكر ولا اي حاجه كتير يعني. وفي ناس على فكره بتشربه كده من غير طالما هو فريش كده وبرتقان برتقان من غير اي اضافات ولا ميه ولا اي حاجه، ما بيحطوش عليه سكر خالص. ده برتقان بلدي، وما شاء الله يعني عمل معايا كمية كويسة ما شاء الله. شايفين الشفشق ده ما شاء الله لا قوة الا بالله. وللاسف بقى انا ما كانش عندي وقت ان انا اعمل حاجة حلوة يعني، كنافة او حاجة، ما كانش فيه وقت، الولاد وضغط الولاد وكده. بس متعوضة ان شاء الله يعني. والفرخة بقى طلعت مش عارفة هي مالها يعني، بقت حزينة كده ليه وكشت كده ليه، مش عارفة بصراحة. فهنا بقى حطيت الصلصة. كنت خدت معلقة من الصلصة بتاعت المكرونة وحطيت عليها نقطتين معلقتين كده من الزيت، وحطيت عليهم شوية ملح وشوية فلفل، ودهنت بهم الفرخة كده زي ما انتم شايفين. وهدخلها بقى الفرن، بتدي طعم وريحة حلوة قوي. ودي بقى المكرونة. طبعا انا هنا سلقت المكرونة، بس انا في العادي اصلا اللي متابعني عارف ان انا اصلا ما بحبش اسلق المكرونة. بحب اعملها منها فيها كده يعني، بحبش اسلقها. بس النهارده بقى قررت ان انا اسلقها من باب التغيير يعني مش اكتر. هقلبها كويس جدا بحيث ان الصلصه بقى تبقى فيها كلها كده. وعلى فكره انا هنا ما غسلتش المكرونه. انا انا اكتشفت ان الفكره بتاعت ان المكرونه تتغسل دي بتخلي الصلصه ما تلزقش قوي في المكرونه يعني. هنا اللي حطيت معلقه زبده بقى على شويه لسان عصفور كده جنب الاكل، هحمرهم كده تحمير خفيف. واول ما ياخدوا معايا اللون اللي انا عايزاه هبدا انزل بالشوربه بتاعتي. طبعا انا اي وقت في شوربه لازم استغل ان موجود شوربه، اعمل شوربه لسان عصفور، اعمل طبق ملوخيه، ايا كان بقى، المهم ان انا استغل ان في شوربه.
بجد رمضان كل حاجة فيه بيبقى ليها طعم مختلف، سبحان الله يعني. النفوس، الجو، سبحان الله يا رب. يا ربنا يديمه علينا يا رب، وينعاد علينا وعليكم بكل الخير، اللهم امين يا رب. بصوا بقى معلش، وانا حاسه ان الفرخه دي مجهده جدا يعني، وما صفصفتش على حاجه في الاخر كده، بس شغاله يعني. هي في الاول وفي الاخر هي فرخه بلدي مش فرخه بيضه. وده بقى كان الاكل بتاعنا النهارده. وانا اسفه جدا ان انا اتاخرت عليكم الفتره اللي فاتت، بس كل واحد عنده ظروف خاصه بيه بتمنعه حتى من الحاجات اللي بيحبها ان هو يعملها يعني. لعله خير ان شاء الله. ربنا يجمعنا ان شاء الله على خير. الفيديو الجاي ده بقى التمر، ده البرتقان، والحاج بكار كمان وقف بيعمل كنافه هناك اهو. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.